قبل ما ابلش بالفيديو حابة اشكر صديقتنا اليوتيوبرز رهف برو. احنا كتير بنشكرها لانها هي دعمتنا على المنتدى، فشكرا كتير اليك، عن جد شكرا. واهلا وسهلا بكل وردات ومتابعين رهف، واشكركم كتير يا وردات ومتابعين رهف انكم اجيتوا على قناتنا ونورتونا، واهلا وسهلا فيكم. طبعا بننساش متابعينا القدام ونقول لهم برضو اهلا وسهلا فيكم. يا غلا ويا هلا فيكم يا احلى نجوم، انا وفاء من قناة وفاء انصار ستارز. طبعا اذا مش مشتركين في قناتنا اضغطوا على زر الاشتراك الاحمر موجود تحت الفيديو، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد احنا بننزله، وعملوا لنا لايكات وهاشتاج حملة توصيل وفاء انصار ستارز ل20,000 مشترك، انشروها في كل مكان. طبعا انتوا شايفين انه انا لابسة زهرة، وانا عملت المقدمة برضو في غرفتي عشان كلها زهرة. وفيديو اليوم هو انه عشت يوم كامل باللون الزهري، زي ما انتم شايفين حتى جوالي حطيت الكفر لونه زهري. هيو انا لابسة زهرة بيجامة الصبح، وهلا بدنا نبلش بالفطور، ويلا تعالوا معايا. وهلقيت يا جماعة حضرت الفطور، طبعا كتير تصعبت لما لقيت لون زهري، فجبت انا صبغة زهرة وجبت جبنة وحطيت عليها الصبغة فصارت زهرة، والعصير كمان كان ابيض فحطيته زهرة، وجبت طبعا الخبزة لانه بدي ادهنها فبتصير زهرة. فبدي هلا اعمل الفطور وتعالوا شوفوا. طبعا اللون الزهري كتير صعب، ملقيتش كتير اشياء في السوبر ماركت لونها زهرة، فهذا كتير تحدي صعب، اللون الزهري كتير صعب. وهلقيتها قعدت زي ما انتم شايفين. هلا بدي اكل الخبزة اللي حطيتها لان انا بحبش افطر كتير فطور عشان عندي جامعة وزي هيك، فراح اشرب العصير واكل الخبزة، بعدين افرجيكم ايش راح اعمل بعدين. طبعا يا جماعة سارة مش معايا لأن سارة عندها رحلة، فطلعت من الساعة 7:30 فأنا كنت نايمة، فيعني راحت مش راح تصور معايا هذا التحدي، فهتصور تحدي تاني إن شاء الله بلون تاني. فأنا اللون الزهري وهي راح تختار ايش اللون تاعها، ف حاسة هيصير معايا تسمم غذائي بعد هذا كله الله يستر. وهلقيتها برجع لكم بعد ما اخلص. وهلقيت يا جماعة زي ما انتو شفتوا انه اكلت وافطرت الحمد لله، وهلقيتها بدي اغير ملابسي والبس اشي يعني غير البيجامة هاي، هتكون لونها طبعا زهري. وهلا بعد ما البس بفرجيكم ايش لبست. وهلقيت يا جماعة لبست زي ما انتو شايفين هيو، وحطيت هاي كمان البومة، حطيت ساعتي، وطبعا لبست زهرة زي ما انتو شايفين. هاي معايا جوالي والضزدان عشان بدي اروح اشتري من تحت، بدي اشوف في اشياء زهري ولا لا، فيلا تعالوا معايا. يا جماعة راح اطلع من البيت، هاي المفتاح. هلقيت راح اطلع من البيت طبعا. هلقيتها بستنى الاسانسير زي ما انتم شايفين، بشوفكم بعد ما ارجع. وهيني يا جماعة روحت من السوبر ماركت وشريت هدول، فراح افرجيكم الشريت، فتعالوا. انا طبعا الدنيا عتمة، يعني ضويت وراح افرجيكم هلقيتها ايش شريت، وتعالوا.
وهالقيتا راح افرجيكم ايش شريت. طبعا سيبوا الضصدان هذا. شريت ليدن او لبان او علكة لونها زهري، وشريت حمدة حلو ايوه، ومصاص بس بعرفش ايش لونه من جوا، بس هذا لونه زهري. شريت هادي مش عارفة ايش هي، برضو لونها زهري. وشريت لبن بطعم الفراولة برضو من جوا لونه زهري، طبعا هاي عندي. وشريت شعر بنات او غزل البنات زي ما انتم شايفين. فهدول كلهم اللي شريتهم لانه ما لقيتش اشي كتير، فلقيت هدول. وهلقيتها فتحت على التلفزيون وقاعدة بحضر، لقيت هذا الفيلم وراح اكل هاي حلو ام مش عارفة ايش هاي، فراح افتحها اشوف ايش لونها. لونها زهري زي اللي انا لابس، هاي لونها زهري. راح ادوقها ايش هي. زاكية نوقة وحامضة زاكية، وراح احضر هلقيت الفيلم شوية. والله انها زاكية. وبرجع لكم بعد ما اخلص شوية احضر واكل هاي. هلقيتها خلصت احضر الفيلم وزهقت وانا بحضر فيه، فهلا اجا وقت الغداء فراح اتغدى. اشي زهري طبعا. راح اتغدى، راح افرجيكم ايش راح اتغدى. يلا تعالوا معايا. وهلقيتها صار وقت الغداء، وماما كانت عاملة طبيخ لبن ورز، فانا حطيت على قد صبغة عشان تصير لونها زهري، فصار الرز لونه زهري واللبن لونه زهري. وهذا ماما كانت عاملة لفت ملفوف مخلل. فهلا راح اكل معاكم وراح يعني ابلش. يا خسارة سارة مش معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله انه زاكي. هذا اذكى اشي، هذا اسمه ملفوف، خلى الملفوف. وهلقيت برجع لكم بعد ما اخلص اتغدى. وهلقيت يا جماعة الحمد لله خلصت اتغدى وقعدت شوية. فانا عندي بحث في الجامعة فبدي ابحث، جبت كتب من الجامعة، برنامج ارشاد نفسي لازم اعمل بحث عليه. فراح اطلع شوية على المعلومات الموجودة في الكتاب. راح اكل شعر البنات او غزل البنات. وانا بابحث جبت اقلام زهرة زي ما انتم شايفين، وراح اكل شعر البنات ويلا شوفوا. طبعا هذا اذكى اشي شعر البنات، لا بدي اخذ باليمين. هلقيت بشوفكم بعد ما اخلص ابحث واكل شعر البنات. وهلقيتها راح اقرا ورد اليومي، حطيت على اللون الزهري وجبت المايك برضه زي ما انتم اكيد عارفين انه لونه زهري. فراح افتحه، راح اقرا اخر سورة البقرة. امن الرسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا
المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هلقيتها اجا وقت العشاء وراح اتعشى لانه انا شبعانه، فراح اتعشى اللبن واكل شويه حلويات الليدن وهدولا، وانا مع ساره بس مشان تطلع ساره بحضر انا وياها من الحب ما قتل فرجيهم. وهيني بصور لكم ايش انا بحضر انا وساره على التلفزيون من الحب ما قتل. طبعا ساره هاي بتعشقها، المسلسل هذا بتعشقه بس مش راح تطلع مش لابسه، فهذا الفيديو إلي كله. فراح افرجيكم ايش قاعده باكل. وهلقيتها راح افتح واتعشى. طبعا اللبن هذا اذكى اشي. والله هذا بعشقه. طعمينه. بديش. قولي لهم يا ساره هاي اكيد بيشتاقوا لك. هاي يا جماعة، أنا طبعا يا جماعة مش قادرة أطلع لأنه جاي من رحلة تعبانة كتير، وهعمل يوم كامل لحالي لون معين من دون وفاء ان شاء الله. راح اكل هاي. ساره خدي اوزع لكم. طبعا هاي لونها زهري. هيدا راح احضر مع ساره وارجع لكم. واكيد عشتوا معايا يوم كامل باللون الزهري، وهلقيتها خلص يومي ورح انهي هلقيتها الفيديو. واستنونا بالفيديو الجاي مع ساره، هيكون لحالها في لون معين ان شاء الله، ورح نعملكم التصوير على المنتدى فروحوا صوتوا. وبس بحبكم كتير، مع السلامه.